في مشهد يعكس وحدة الموقف العربي تجاه القضايا السيادية، انسحبت 9 دول عربية من القمة العربية الإفريقية احتجاجاً على مشاركة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية في خطوة وصفت بأنها رسالة حازمة تؤكد رفض الدول العربية لأي كيان وهمي يهدد وحدة الأراضي المغربية. القمة التي كان يفترض أن تكون منصة لتعزيز التعاون بين العالمين العربي والأفريقي تحولت إلى محطة سياسية كشفت بوضوح التمايز في المواقف، حيث اصطفت الدول العربية من الخليج إلى المشرق والمغرب إلى جانب المملكة المغربية، تأكيداً على دعمها الثابت لوحدة التراب المغربي وسيادته على أقاليمه الجنوبية. هذا الانسحاب الجماعي لم يكن مجرد موقف دبلوماسي، بل إعلان صريح بأن قضية الصحراء المغربية ليست موضوعاً للنقاش، بل مسألة سيادة وطنية لا تقبل المساومة. المراقبون اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً جديداً للمغرب في معركته السياسية والدبلوماسية، حيث باتت القضية تحظى بإجماع عربي غير مسبوق، بينما تتراجع الأطروحات الانفصالية لجبهة البوليساريو التي تواصل الترويج لكيان غير موجود إلا في مخيلتها. فكرة تقرير المصير التي طالما رددتها الجبهة ولدت ميتة بعدما أثبتت السنوات أن سكان الأقاليم الجنوبية مندمجون بشكل كامل في نسيج الدولة المغربية، يمارسون حقوقهم السياسية والاقتصادية ضمن مشروع تنموي متكامل تشهده الصحراء. وفي الوقت الذي تستمر فيه المملكة المغربية في تعزيز حضورها الإفريقي بمشاريع تنموية واستثمارات كبرى، تزداد عزلة البوليساريو التي فقدت الدعم السياسي والشرعية القانونية. رسالة القمة كانت واضحة: العالم العربي يقف صفاً واحداً خلف المغرب، يرفض الانفصال ويؤمن بالوحدة، مؤكداً أن محاولات خلق كيان وهمي لن تجد مكاناً في المستقبل، وأن المغرب بسياساته المتزنة ورؤيته الإفريقية خرج منتصراً من هذه الأزمة الدبلوماسية.